طبعا عندما يتحدث شوبير اذا يتحدث مرتضى منصور، مع حفظ الالقاب للاثنين وحق الرد مطلوب ومرغوب وجزء من حرية التعبير. بس نثبت حقيقة ان شوبير لم يأتي بجديد على الاسماع في هذه لا لا، هو ما اتكلمش، هو اتكلم على التقرير فقط، لم يتحدث عن المستشار مرتضى منصور بكلمة. الاحترام قائم وواجب. اتفضل يا سيد المستشار. لا انا مساء الخير يا استاذ احمد. مساء الخير يا حمدي بيه. اتفضل. لا انا رافض ان حضرتك تقول لي عندما يتحدث احمد شوبير ياتي انا مش فاضي للشوبير ولا الكلام الفارغ اللي قاله. لا باعتبار لا بعد اذنك هو لا حمدي. لا استاذ المستشار انت معترض عليه بالظبط يا فندم. معترض لان حضرتك بتقول لما يتكلم شوبير مرتضى وراه. شيء طبيعي ان انت ترد. شيء طبيعي ان انت ترد. لا يا استاذ الفاضل انا مش وراه ومش لا شيء طبيعي ان انت ترد. انا اسمي مرتضى منصور يا استاذ يا سياده المستشار. حاجه يا سياده المستشار ثانيه واحده. هل حضرتك عايز ترد على الكابتن شوبير ولا لا؟ يا بيه بعد اذنك ذكرت وقائع كاذبه اللي هي هقولها دلوقتي. انت بتدي فرصه بالراحه بس. هو عشان صحيح يا مرتضى بيه انت عملت شوير المولانا احمد. لو سمحت انا بتكلم مع حضرتك بهدوء. هنتكلم بهدوء هتقول الكلام اللي حضرتك عايزه بعد اذنك. اولا حضرتك اتفضل استاذ حمدي طبعا انت عارف ان انا بحبك واحترمك طبعا. اتفضل. وبيننا اتصالات وكلام وحوارات كثيره. اتفضل يا فندم. لكن انا برفض ان حضرتك تقول عندما يتحدث شوبير يتحدث مرتضى منصور. لا انا اسف. خلاص ده حذفت من الجلسه. بالظبط كده. ادي واحد. اول واحد انا تصورت اليوم وانتم تتحدثون عن احمد شوبير انكم تتحدثون عن مولاكم الشيخ احمد شوبير. يا استاذ الفاضل اتفضل بعد اذن سيادتك. هذا الرجل الذي قال لك الان انه اخذ درسا احنا بنحترم كل الناس يا مرتضى بيه. حضرتك تعلم لازم احترم كابتن شوبير، احترم حضرتك، احترم اي حد حتى لو بيهاجمني انا شخصيا. فاحترام الجميع ده واجب علينا كلنا في الاعلام. اتفضل يا استاذ المستشار. خلصت كلامك يا استاذ احمد بقى؟ اتفضل يا استاذ المستشار. ممكن اكلم يعني اكمل بعد اذنك؟ اتفضل. زي ما بقول بداية انا تصورت نحن نتحدث عن مولاكم الشيخ احمد شوبير. يعني لو الطريقة دي لا ثانية واحدة. ما هو انت عملت الطريقة دي لو كده انا هستأذن حضرتك اطلاقا لانه ده موضوع ما ينفعش. عايز تتكلم في الموضوع اتفضل يا استاذ الفاضل. احنا كلنا لا ما تقوليش مولاك ولا مولانا. يا استاذ صغيرين انا مش في ما بشتغلش لحد حد ولا مخلوق في مصر اقول الكلمه دي لا حضرتك ولا غيرك. في ايه يا استاذ احمد؟ استنى لا عايز تتكلم على شوبير اتكلم على ايه غير كده. لا لا مش مسموح. انت بس انت وانا بهزر ولا ايه؟ اتفضل اتكلم في الموضوع. عندي ثانيه واحده اتكلم في الموضوع لو سمحت. يا استاذ تتكلم يا انا بعد اذنك. اتفضل اتكلم في الموضوع يا سياده المستشار. حمدي خلاص اسمعني. لا ايه مش هسمح لمخلوق في اي حته يا استاذ احمد ابدا. لا حضرتك ولا غيرك. يا ملك المشاهدين كلهم يا استاذ احمد مش ملك. في احترام يا مكتب يا مساعد المستشار مع وانت بتتكلم. يا استاذ احمد كان بيتكلم في منتهى الاحترام. سياده المستشار انا بلاقبك بسياده المستشار. خلص بعدين ارجوك تتعامل معانا بشكل لائق يليق بسياده المستشار. يا استاذ الفاضل انا اتحدث عن انطباعي ومولانا. خلينا نتكلم في الموضوع وبطل تنابز. دي تعليقات على كلام شوبير. اتفضل 1 2 3 4 زي الراجل كان بيتكلم بهدوء وباحترام. اتفضل. لا انا راجل محترم جدا يا استاذ احمد. ما بقولش على غير كده. انا بقول مؤكد ان انت محترم عشان كده بقول اتفضل يا مرتضى بيه. اتفضل ارد بعد اذنك يا استاذ احمد. عايزك تهدى كده. اتفضل. يعني يا اخي ده المفروض انا اللي عصبي وتقعد تهديني انت. اتفضل يا فندم اتفضل. نمرة واحد حضرتك هو بيقول انه خد حضرتك بتاع الدرس. قال لك انا خدت درس واقارن بهيكل ونافع. هو لن يصل الى قامة هيكل ولا نافع. هو الراجل ما قالش يقارن. هو قال الاعلامي بدليل بيدي امثله وده صحيح اللي اداها. الاستاذ هيكل ليس خريج اعلام والاستاذ ابراهيم نافع ليس خريج اعلام. لكن لا يعني الراجل بيدي امثله. دي اهرامات. انت بتتكلم عن اهرامات صحيح. ايوه هو الراجل ما قالش ان هو زيهم. يا استاذ احمد بعد سياده المستشار بعد اذنك ممكن تكتب سياده المستشار سياده المستشار عشان ما اقاطعش سياده المستشار اهدى ممكن تتكلم في موضوع هيك. محمد حسنين هيكل والاستاذ ابراهيم نافع هؤلاء مدرسة في الاعلام. مؤكد لا يجوز ان يقارن احد ايا كان شأنه. راجل كان بيلعب كوره لغايه السنه اللي فاتت يقول انا هيكل. اصل هيكل معهوش. لا هيكل وعنده 18 سنه كان بيروح فلسطين مراسل مصر في سياده المستشار. انا عندي بس سؤال مهم جدا دلوقتي. هل فعلا حسب ما جاء في تقرير مفوض الدوله يا استاذ حمدي انا هقول لك على كل. يا استاذ حمدي
ده انت خليت ناس مشاهدين كلموه. سيبني اقول اللي انا عايز قول لنا قانون التقرير ده بيعني ايه؟ ده ملزم ولا مش ملزم؟ هو ده اللي عايزين نعرفه. هوصلك للتقرير دلوقتي. نمرة 3 الاستاذ احمد شوبير في استاذ فاضل دلوقتي قال له احلف على مصحف زي ما مرتضى منصور حلف على مصحف. ماشي قال كلام غريب جدا. قال لك لا انا مش متهم عشان احلف على مصحف. انا بس عايز اعرفه ان الحلف سواء بالمصحف او بيمين الله طبقا لقانون الاجراءات الجنائيه لا يجوز للمتهم ان يحلف، الذي يحلف هو الشاهد او المجني عليه. عظيم. فالكلام اللي قاله واضح ان هو يعني انا اسف عنده جهل في القانون. طب قول لي التقرير، انا عايز التقرير. من فضلك بعد اذنك في التقرير داخل اقول لك التقرير. هو هنا بيأسس لاوضاع مهمه برضه. من فضلك انا بقولها واحده. دي قاعده قانونيه فعلا، اللي بيحلف على المصحف هو الشاهد وليس غيره. المصحف او حلف اليمين اللي هو قول والله العظيم والله مظبوط. تمام. اي يمين يعجب الاستاذ احمد. المصحف اللي هو اتهكم عليه في مصر النهارده ودلوقتي او والله العظيم اقول الحق. تمام يا استاذ الفاضل. انا امام السيد المستشار محمد السيد رئيس النيابه الذي اسمعه السي البذيء اللي بصوته. يا سيادة المستشار هذا الكلام واحنا اتفقنا وقلت للكابتن شوبير لا تتحدث على الموضوع اللي موجود في النيابه، وانا بقول لحضرتك نفس الكلام. ارجوك اتكلم على التقرير. لا ارجوك اتكلم على التقرير. لا بعد اذنك. واللي خليته دلوقتي تتكلم موضوع في القضاء اللي هم ايه؟ لما خليته هو المحكمه لسه حكمت. قلنا هو بيقول كلامه وحضرتك قول كلامك، بس بنسالك نفس السؤال. لكن الموضوع اللي في النيابه لن نتطرق فيه لا من قريب ولا من بعيد. وحضرتك لما واحده دخلت قالت لك المعاطرات بترد على المعاطرات ما ردتش عليها ليه؟ يا سيادة المستشار. هي ايه؟ سيادة المستشار. سيادة المستشار. انا بشاهد الناس كلها. ممكن تسمعني بس سيادة المستشار. حضرتك واحده دخلت دلوقتي قالت المعاطرات يا كابتن شوبير. مشاهده ما واحد تاني دخل قال له مش عارف انت ايه. يا فندم ما تديني فرصه رد يا استاذ احمد. يا سيادة المستشار. هو تاخد موقف وصبك ليه؟ سيادة المستشار اتفضل يا سيادة المستشار اتفضل. انا قدام السيد رئيس النيابه. ينفع اسيب لك حد تكمل معاه وانا اقوم؟ لا ولا كل ما لا والله يا احمد والله ما عندي مشكله. هو بقول لك ايه يا سيادة المستشار. لا ما عنديش مشكله. اكلم احمد بردعي يقوم اكلم شوبير يقوم. طب انت يا سيادة المستشار. يعني لان انا عايز ادخل في الموضوع على طول. يا استاذ احمد انا بروح عشان عايز ادخل في الموضوع يا سيادة المستشار. اديني 5 دقايق يا استاذ احمد. اديني 5 دقايق اتفضل. انا اول مره اشوفك متوتر وعصبي النهارده جدا. ممكن يا استاذ احمد اتفضل عشان الصداقه اللي بيني وبينك ممتده ممكن تسمعني وبعدين تعلق بعد اذنك؟ عشان ايه؟ اديني 5 دقايق عشان اصل مش عايز تخرج بره التقرير. هو ده اللي يهمنا يا استاذ الفاضل. ما في ناس قالوا هكلمها عن المخاطرات. يعني انا لما اتقال عليها معاطرات لا انت مش معاطرات ولا حاجه. انت راجل محترم وفاضل ومن حقنا عليك نستوضح منك بعض النقاط في التقرير. انا بس عايز بعد اذنك دلوقتي اصل في كلمه اتقالت ان هناك معاطرات. انا بقول بلاش بقول لشوبير بقول للسيده الفاضله اللي بتقول عليا ان انا عملت معاطرات. بقول لحضرتك استمعتي او شاهدتي برنامج اللي هو بدون رقابه اللي هو في لبنان مع وفاء الكيلاني عندما قال الاخ احمد شوبير عن سيدنا المسيح ان انا مش زيه ومضرب على فيه المسيحيين خلاص والموضوع ده اتقفل يا مرتضى بيه. يا استاذ مرتضى لو كنت يعني يا سيادة المستشار. سيادة المستشار يا سيادة المستشار في نقطة مهمة أساسية. مرتضى يا استاذ سيادة المستشار مش عايزين ندخل الموضوع في مسيح وفي مصحف. احنا موضوعنا ببساطة جدا تقرير مفوض الدولة النهاردة انت شايفه ازاي بعين المستشار مرتضى منصور؟ ده اللي يهم الناس ويحب تسمع صوتك فيه. اتفضل يا فندم. استاذ يعني انت حضرتك عايز تفرض عليا ان انا مثلا خالص ما افرضش عليك. انا عايز استبصر منك ما جاء في التقرير. طيب بص يا استاذ فاضل. الاستاذ احمد شوبير دماغنا وجعنا بقالنا شهرين. كان بيقول ايه بقى؟ يا جماعه الحكم ده مش ضد قناه الحياه. النهارده بيقول لك ايه؟ التقرير رد ليه اعتباري احمد شوبير. الله هي ضد قناة الحياة ولا رد لك اعتبارك؟ ماشي. يا استاذ الفاضل انا اتفائل بهذه التقارير. اتفضل يا فندم. اولا احترامي الشديد وتقديري للسادة مفوضي مجلس الدولة لانهم دول جزء من مجلس دولة. جزء من القضاء طبعا بالتأكيد قضاء. بس انا عايز اطمنك حاجة. منذ ان اقمت اول دعوة في انتخابات نادي الزمالك عندما حل الدكتور عبد المنعم عمارة مجلس الادارة سنة 95 لغاية النهاردة لم يصدر توصية في تقرير من هيئة مفوضين لصالح ولم اخسر قضية في محكمة القضاء الاداري والادارية العليا في هذا التاريخ كله. مش عايز اقول لك اكتر من 30-40 قضية. نمرة 1. 2 هذه توصية تأخذ بها المحكمة او لا تأخذ. مش ملزمة يعني. يا بيه اطمنك عندما اقمت الدعوة ضد الاخ احمد شوبير وقناة الحياة
تقرير هيئة المفوضين اوصى برفض الدعوة. خلاص. والاخ احمد شوبير عمل زي النهارده كده، كان هو لسه في صلاة مسك التقرير قال لك اهو قالوا لي اهو التقرير في ايده اهو. خلاص. انا عايز اقوله ان ده هذا التقرير هو مجرد توصية غير ملزمة. غير ملزمة، ولا مني كل احترام وتقدير. عظيم جدا.